الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك يجمعنا وإياكم في ظل عرشه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في هذه الآيات البينات عدد من المواضيع وعدد من المواعظ وعدد من الوعيد وعدد من القصص والعبر، لكن سنأخذ منها الشيء اليسير. أولا يقسم الله عز وجل في بداية هذه السورة العظيمة بالفجر، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالفجر. قال أهل التفسير أن الفجر هنا المقصود به صلاة الفجر لما يحضرها من الملائكة ومن قرآن الفجر ومن إلى آخره، ومن بورك لأمتي في بكورها. وقال بعضهم المقصود به الصباح، فارق الإصباح. فالله عز وجل أقسم بالفجر وبليال عشر، ونحن في هذه الأشهر العظيمة أشهر الحرم لابد أن نتكلم عن هذه الآية وليال عشر. طبعا اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية العظيمة، ولكن أرجح الأقوال وأجمعها وأفضلها حتى نستفيد جميعا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأن نهار وأيام ذي الحجة نهارا أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، فيجمع الإنسان بين الشيئين. لكن يتميز هذه الليالي في أيام عشر ذي الحجة بعدة مزايا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فتخيل عظم هذه الأعمال الصالحات. نستفيد من هذا الحديث أن أي عمل صالح ممكن أن تعمله في هذه العشر المباركات وتنال بها فضل العشر المباركات، لكن من فضل الله عز وجل علينا لا يريدنا أن نتكلف في العبادة أو نتكلف بالعمل الصالح، فجاء بعض الأحاديث فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك، فأرشدك إلى أيسر العبادات التي لا تحتاج منك لا إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا إلى وقت معين ولا يوم معين ولا مكان معين، اللي هو ذكر الله عز وجل. ولهذا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا خرجوا إلى السوق يكبرون ويكبروا الناس بتكبيرهما لينالوا هذا الفضل العظيم في هذه العشر المباركات. فالله يا إخواني الكرام، أنصح نفسي والسامعين والمشاهدين في أن يهتموا في هذه العشر المباركات، وأن يدعو الله عز وجل من الآن أن يوفقهم لهذه العشر المباركات. فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما معظما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة التي لا كنت صواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بتوبة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم.